ليه ترند من غير دوا ممكن يكون أخطر مما تتخيل؟ عارف لما تشوف بوست أو فيديو حد كاتب فيه أنا بقالي سنة ما خدتش دوا وخفيت بشكل طبيعي، أنا مش محتاج دكاترة أصلا، أو أعالج الضغط والسكر والكوليسترول لو شربت كوباية كل يوم من غير أدوية ومن غير علاج. وتحس كده إن طب ليه الدكاترة بتعطينا كل الأدوية دي؟ أنا عايز أقولك حاجة، الترند ده مش بس مضلل، ده ممكن يكون قاتل في بعض الأحيان، وهنشرح ليه دلوقتي بالتفصيل. أنا مش جاي أقولك خد دوا بالعافية ولا هاجم الناس اللي بتحب الطبيعة والأكل الصحي والمشي والنوم بدري، بالعكس دي حاجات عظيمة جدا وإحنا بننصح بيها. بس الخطورة إننا نبدأ نصدق إن كل مرض ليه حل من غير أي تدخل طبي، والمصيبة الأكبر إن الناس اللي بتتكلم بالطريقة دي عندهم تأثير كبير وأحيانا بحسن نية، بس ممكن يأذوا غيرهم من غير ما يحسوا. الجزء الأول، ليه الفكرة دي خطيرة؟ في أمراض كتير لو اكتشفناها بدري وتعالجت صح بتكون بسيطة، بس لو سبتها حتى لو بتعيش طبيعي هتتطور وتتعقد وبتبقى مشكلة أكبر من اللي بدأت بيه. مثلا السكر من النوع التاني، في ناس بتكتشفه بدري وبتقدر فعلا تتحكم فيه بالأكل وممارسة الرياضة، بس لو اعتمدت على ده بس وما تابعتش مع الدكتور ممكن توصل لفشل كلوي أو بتر في القدم أو جلطة أو فقدان نظر، بعد الشر علينا جميعا. الدكاترة مش بس بيكتبوا دواء كده وخلاص، كل دواء بيتكتب بعد دراسات وتجارب وأبحاث سنين طويلة. الجزء الثاني، المعلومات المغلوطة بتقتل. في موسم الإنفلونزا الأخير في أمريكا مات 216 طفل، وده أعلى رقم من 15 سنة، والسبب انخفاض معدلات التطعيم بسبب المعلومات المغلوطة المنتشرة على السوشيال ميديا. وفي دراسة مشهورة اتنشرت سنة 2018 في مجلة جاما أونكولوجي الطبية، لقوا إن الناس اللي لجأوا للعلاج البديل لوحده من غير أي علاج طبي كانت نسبة الوفاة عندهم أعلى بضعفين ونص في أنواع معينة من السرطان. والمفاجأة إن السبب في زيادة معدل الوفيات مش إن العلاج التكميلي أو الطبيعي سبب أضرار معينة أدت للوفاة، لأ، السبب إن المرضى اللي توجهوا للعلاج التكميلي كانوا أكثر قابلية لرفض العلاجات التقليدية، وده حسب الدراسة كان السبب الرئيسي لزيادة معدل الوفيات. وفي دراسة تانية اتنشرت في المجلة الأوروبية لصحة الثدي، اتعملت في بنجلاديش على مرضى سرطان الثدي، لقوا إن حوالي 46% من المرضى استخدموا الطب البديل الأول، وده خلاهم يتأخروا في التشخيص والمرض اتقدم عندهم مع إنه كان قابل للشفاء بالكامل لو كانوا توجهوا لمقدم الرعاية الصحية في أسرع وقت. يعني التأخير نفسه بيساوي تدهور للحالة الصحية. وفي دراسات تانية كتير بتأكد إن مواجهة المعلومات المغلوطة من خلال التوعية المسبقة بتساعد في تقليل تأثيرها، وده اللي بنحاول نعمله في القناة، واللي أتمنى كل واحد بيشوفني يبدأ يعمله في المحيط بتاعه. يعني لما حد يقولك أنا عندي مرض معين أو أعراض معينة وهعتمد على أكل سليم ومشروب العسل بالليمون بالزنجبيل، هو بيجازف بحياته وهو مش واخد باله. الجزء الثالث، الترند بيوصلنا لإيه؟ الترند ده بيعمل حاجتين في منتهى الخطورة. واحد، بيأخر الناس عن زيارة الدكتور، الناس بقت تقول لأ أنا هجرب الأول المشروبات والوصفات والديتوكس والروتين الطبيعي. اتنين، بيخلي المريض يحس بالذنب وبيحط عليه ضغط نفسي غير طبيعي، كأن اللي بياخد دواء ده ضعيف أو مش بيهتم بنفسه. وده مش بس غلط، ده كمان ممكن يخلي ناس تبطل علاج وهم محتاجينه فعلا. الجزء الرابع، الترند ده جاي منين؟ في ناس كتير بدأت تتكلم عن فكرة من غير أدوية أو من غير علاج على السوشيال ميديا، بعضهم مش متخصصين وبعضهم بيشارك من تجربته الشخصية أو من منظور مختلف. وأحيانا النية بتكون كويسة، حب للمساعدة أو بحث عن بدائل طبيعية أو حتى الرغبة في التميز عن السائد، لكن المشكلة بتبدأ لما المعلومة تطرح وكأنها بتناسب الكل من غير سياق علمي أو توجيه طبي، وده ممكن يؤدي لتأخير في التشخيص أو العلاج زي ما اتكلمنا، واللي بيدفع ثمنه هو المريض. الجزء الخامس، في فرق بين، أنا مش ضد نمط حياة صحي، أنا ضده لما نمط الحياة يبقى بديل عن العلاج الضروري. في فرق بين إنك تعيش كويس وتقلل احتياجك للدواء، وده شيء جميل وبنشجع عليه، وإنك ترفض الدواء تماما وتسد ودنك عن أي رأي علمي. المعادلة الصح، نمط حياة سليم، متابعة طبية، قرار مبني على وعي مش على فيديو على اليوتيوب. وفي النهاية أنا عملت الفيديو ده لأن في ناس بتجيلي كل يوم فعلا بدأت تمشي ورا الاتجاه ده، وده بيأثر على صحتهم بالسلب، وكان لازم أقوم بدوري في التوعية. لو الكلام ده وصلك خد لحظة وفكر، مفيش مانع أبدا إنك تدور على خيارات طبيعية أو تحاول تفهم جسمك بشكل أعمق، بس خليك دايما واعي
وبلاش تندفع وراء فكرة من غير ما تتأكد من صحتها. صحتك مسؤولية كبيرة، مش مجال للتجربة ولا للمجازفة، ولما تحس إنك محتاج مساعدة ده مش ضعف أبدا. الضعف الحقيقي هو إنك ترفض العلاج مش علشان قناعة ولكن علشان ترند. لو استفدت من الفيديو ده أو لو أنت زي بالظبط عايز ترفع الوعي الصحي في المجتمع، شاركه مع حد ممكن يكون محتاج يسمعه.